يا صباح الفل عليكم من ام الدنيا، صباح الفل عليكم من سانت كاترين لتاني مرة. بس المرة دي بقى في جبل موسى. موجودة انا دلوقتي في نص جبل موسى، زي ما انتم شايفين الاجواء التلجية الاوروبية اللي كتير جدا بيسافروا برا مصر ويروحوا يوروب ويروحوا روسيا ويروحوا اماكن كتير جدا في الشتاء علشان يعيشوا الاجواء دي، اجواء السنو اللي في كل مكان، ويتصوروا هم بيلعبوا بالتلج ويمسكوا التلج بايديهم كده ويتصوروا الصور او الفيديوهات اللي بيعملوها بالشكل الجميل ده. لكن هنا موجودة في سينا، في كاترين، في مصر، المكان الوحيد كله في مصر اللي موجود فيه سنو او تلج في كل مكان في شهر يناير وشهر فبراير. جبل موسى 2285 متر. كم نصيحة كده اقولها لكم ازاي كمان تعيشوا الاجواء هنا، وازاي تيجوا جبل موسى وتطلعوا. اول حاجة لازم طبعا زي ما انتم شايفين الايس كاب، الكوفية، جوانتي، بس انا مش لابسة جوانتي دلوقتي عشان بصور. وكمان المية، وتاكلوا شوكولاتة، تشربوا حاجة سخنة. في طريقين ممكن تطلعوا منهم لجبل موسى، طريق سيدنا موسى وطريق موسى النبي، او طريق تاني هو طريق الجمال او طريق وادي الجمال واسمه طريق الخديوي عباس. طريق جبل موسى ده اللي انا قاعده عليه دلوقتي ده اللي كله تلج زي ما انتم شايفين ورايا، في كل حته تلج 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 بمنظر في منتهى الجمال. الطريق ده بياخد حوالي ساعة ونص بالظبط وتبقى على قمة الجبل، بس غير ممهد وما بيطلعش عليه جمال، بس هو اسمه طريق السلالم او طريق النبي موسى. السلالم اللي انا قاعدة عليها دي، اللي انتوا شايفين المكان اللي انا بمسكه ده حط عليه رجله نبي، حط عليه رجله سيدنا موسى عليه السلام، هنا في المكان القدسي الروحاني ده. تخيل انت دلوقتي قاعد كده او واقف في المكان اللي كان بيقف فيه سيدنا موسى عليه السلام ويكلم ربنا سبحانه وتعالى. قد ايه مكان جميل، هدوء نفسي، مكان روحاني قدسي ذكر في جميع الأديان، سواء في القرآن الكريم، في الإنجيل، في التوراة. المكان ده ذكر بالقدسية بتاعته، وقد ايه هو مكان روحاني، وقد ايه هو مكان قيمته كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. طريق الجمال اللي احنا كلنا بنطلعه او كله بيطلع عن طريق الجمال، يا اما بتاخد جمل بياخدك حوالي ساعة ونص، ساعتين في الطريق لحد 750 سلمة، وبعد كده توصل لقمة الجبل. اجمل مكان او اجمل احساس ممكن توصله، لا بتحس بتعب طريق، كله بيروح. تعب طريق، المشقة اللي بتحسها مفيش خالص، البرد اللي كنت طالع ومتكتك وانت طالع عشان الجو ساقعة جدا، كل ما بتطلع كل ما الاكسجين بيقل وكل ما درجة الحرارة تقل، لكن ده كله بتنساه اول ما تحط رجلك على قمة الجبل. روحانيات كبيرة جدا، روحانيات كبيرة جدا 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 وعالية جدا في المكان اللي فوق ده هو المكان اللي وقف فيه سيدنا موسى عليه السلام وكلم ربنا سبحانه وتعالى. هو المكان اللي ربنا اختاره دونا عن أي مكان في الدنيا وتجلى عليه. هنا في جبل موسى سانت كاترين، من أكتر الأماكن أو من أجمل الأماكن اللي على وجه الأرض وأقدسها، ومكان كمان جميل جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الأجواء هنا أجواء شتوية تلجية، اللي حابب واللي عاوز يجي ياخد أجمل صور أجمل فيديوهات، يلعب بالتلج، يعيش الأجواء الأوروبية اللي ما بنشوفهاش هنا في مصر، هتلاقيها هنا في سانت كاترين، في جبل موسى، في سينا الحبيبة. وسينا قلب العالم، لازم تيجوا تشوفوا سينا، ولازم تيجوا تزوروا كاترين بالذات في شهر يناير وفبراير عشان تحسوا بالأجواء اللي مش موجودة في مصر، بنشوفها دايما في الأفلام أو في الفيديوهات بتاعت أوروبا والبلاد التلجية.